معكم زينب فاسيكي. كما كتعرفوا حنا المغاربه كبرنا بالظلام وجا الوقت باش نشعلوا الضوء على التربيه الجنسيه اللي ما قراوناش. شعل الضوء. الموضوع ديال هذه الحلقه هما وسائل منع الحمل. كاملين كنعرفوا كاين الهلال فابور في السبيطار، ولكن كاينين شلا وسائل ديال منع الحمل اللي خاصنا نعرفوهم عند النساء وعند الرجال. هادشي علاش معايا هذا النهار مهدي بن سوده، بروفيسور اسيستون جينيكولوجي في CHU. شعل الضوء. شنو هما وسائل منع الحمل وعلاش هما مهمين في حياتنا؟ هما واحد الطرق اللي كتستعملهم المرأة ولا الرجل باش يمنع الحمل. الطريقة اللي معروفة بزاف راه هي الأقراص اللي كتاخد. كاين طرق أخرين بحال اللولب اللي هو ستيريلي، الفعالية ديالو واحد 5 سنين. لامبلون كيدار هنايا في الدراع، حتى هو كيفرز واحد الهرمونات واللي كتبقى الفعاليه ديالو تقريبا 3 سنين. بالنسبه للناس اللي عندهم علاقه جنسيه وما بغاوش الدراري، وهاد الوسائل كتعاونهم على هادشي. في الاطار ديال الزواج كاين شنو كنسميوه بالتنظيم الاسري اللي غيجيري بها الكوبل واش بغى يولد ولا ما بغاش يولد. اللي خصنا نعرفوا هو بان كاين استعمالات اخرى اللي هي طبيه. العيالات اللي كيكون عندهم حق الشهر ديالهم ما منتظمش كنقدروا نعطيوهم هذيك الكينه باش ننظموا لهم حق الشهر ديالهم. كتلاقى دائما لي كوبل، واش كتشوف باللي هاد بلانينغ فاميليال عندنا في الثقافه ديالنا اللي فيها الحشومه فيها العيب؟ بعض المرات كاين شي عائلات كيكونوا متفتحين وكيقدروا يهضروا مع على هادشي مع وليداتهم، وكاين عائلات اخرين اللي الجنس ولا العلاقه الجنسيه شي حاجه طابو اللي كتكتشفها المراه وكيكتشفها الراجل حتى كيوصل للزواج، وكيلقاو راسهم في واحد الدوامه في واحد الدوامه ديال ولد 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 ولد، وما عندكش باش تهز هاد الاولاد. وهذه هي الاهميه ديال التنظيم الاسري. دونك هادي عرفنا دابا بلي كاين بزاف ديال الوسائل ديال منع الحمل. كيفاش دابا غنجيو غنختاروا شكون اللي زوين فيهم وشكون اللي يصلح؟ اول حاجه بغيت نشير ليها هي بان المراه هي اللي كتاخذ هذا القرار هذه ديال اي وسيله ديال منع الحمل بغات تاخذ. يعني ماشي الطبيب، ماشي شي واحد في العائله اللي غيقول لها خذي الكينه ولا ما تاخذيش الكينه. الطبيب كيكون هنا باش يفسر ليها شنو هما الايجابيات شنو هما السلبيات ديال كل وسيله. ولكن هاد الكينه هذه خصنا نعرفوا بان الطبيب هو اللي خصو يعطيها للمراه، ما غتمشيش للفارماسيان وتاخذها، حيت كاينين شي حالات اللي ما خصناش نعطيوهم فيهم. جايب هذه واحد الكينه كنسمعوا عليها بزاف، بيلول دو لوندمان. واش هذه واحد الوسيله ديال منع الحمل ولا غير كنعتقوا بها الموقف؟ شنو هي؟ كتعتق بها الموقف. كتعطل لوفيلاسيون. وكاين بزاف ديال الانواع ديال هاد الكينات اللي يقدروا يتخادوا في 3 ايام الاولى من مورا العلاقه الجنسيه ولا حتى 5 ايام الاولى من مورا العلاقه الجنسيه. الاشكاليه فيهم هو منين كتاخذ، واخا تاخذ غير بيلول وحده كيقدر تاثر على حق الشهر ديالك والانتظام ديال حق الشهر ديالك. كتعطل. دونك الا خديتي وحده ولا جوج ولا 3 ما كتبقاش عارف نتايا فوقاش هذيك الفتره ديالك ديال الاباضه اللي غتقدر تحمل فيها المراه. هذاك الربح اللي بغينا حنايا اللي هو منع الحمل ما كيبقاش عندنا، وكتقدر المراه تحمل واخا خدات الا كانت الضروره باننا ناخذوها. بحال دابا نسات الكينه وكانت واحد الضروره باش تاخذها، او لا ما كانتش كتاخذ شي وسيله ديال منع الحمل، نعتقوا بها الموقف. الوسائل اللي باش نعتقوا الموقف كما كنقولوا ماشي غير الكينه، كاينه حتى اللولب ولا ستيريلي اللي حتى هو يقدر يتحط في ال5 ايام اللي تابعه العلاقه الجنسيه. المراه هي اللي عليها هذا الضغط مادي ونفسي، هي اللي خصها تخلص، تفكر، تخمم، تحسب اين مويان. الثقل اللي كيكون على المراه في بزاف ديال المجتمعات. الراجل خصو هو يساهم خاصو يساهم. وكاين طرق اللي هي متميزه. علاش؟ حيت بحال كتحبس هذيك القناه اللي كتوصل للحيوانات المنويه كتحبسها، واذا الراجل ما كيبقاش يقدر يحمل المراه. المشكل ديال هذه الوسيله هذه هي انها لا رجوع فيها، وهي واحد الوسيله اللي هي نهائيه، بمعنى الراجل ما يقدرش عاوتاني يولد مع شي مراه. كيبقى واحد الوسيله اللي هي العزل الطبي، كيبقى هو احسن وسيله. اما الوسائل بحال الحساب، يعني المراه كتبقى تسنى هذيك الوقيته اللي كتكون الاباضه ما كتكونش عندها فيها علاقه جنسيه، او لا الطريقه ديال اخراج القضيب قبل القذف، هادو هما واحد الوسائل اللي ما عندهمش واحد الفعاليه. هذه التربيه الجنسيه اللي كنخدموا عليها كل نهار وكنبغيوها تكون في كاع الاسر وفي كاع الديور. ماشي شي حاجه حشومه، ما حد اللهم يتعلم هذا الشيء في الدار ويكون معلوم عليه، ولا يكتشفوا حتى يوقع في المشكل. طريقه غلطه. شكرا بزاف مهدي، قربتينا على كاع وسائل منع الحمل، لا عند المراوات لا عند الرجال، حيت هادشي كيخلع الشباب ديما مدهوشين. بالاكثر انه عرفنا انه الا كانت عندك واحد الحياه جنسيه ما كاينش ما احسن من الطبيب، هو اللي غيعاونك اين وسيله تختار على حسب الصحه ديالك. شكرا بزاف. حتى نتوما الا بغيتوا تزيدوا تعرفوا اكثر على هذا الموضوع، كاين هاد الكتوبه، كاين هاد المواقع. ما تنساوش تزيدوا تعاونون باش نزيدوا نشعلوا الضوء. لايكيو، بارطاجيو. كانت معكم زينب ومهدي. تشاو.
شعل الضوء.